سئل أحد الصالحين قال له: ما الحج؟ قال: الحج حرفان، فالجيم جرمك والحاء حلمه. فالجيم جرمك والحاء حلمه. لذلك لا ندخل على الله في عرفات ولا في الحج ونحن بمناصبنا وبأوسمتنا وبأموالنا وبشركاتنا وبدبلوماتنا كل شيء لابس الإحرام، كلنا نلبس الخلقتين. أراد منا الله التذلل في بابه، لأن الذل في بابه هو العز كل العز. كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب. هذا هو معنى التذلل بين يدي الله يوم عرفة. فيوم عرفة يوم اجتماع على ذكر الله، يوم صيام، يوم دعاء، يوم إقبال على الله. اليوم الموالي يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم كمال الدين، اليوم الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.